لو عايزة تعملي فراخ كنتاكي بالشكل ده وباللون ده والقشرة الخارجية ماسكة بالشكل ده، تابعي الفيديو ده للآخر. عشان فراخ كنتاكي تنجح معاكي لازم القشرة اللي بره تبقى ماسكة كويس جدا والطعم حلو جدا وتكون مش شاربة زيت وتكون بالشكل الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. تابعي بقى الفيديو ده وتعالي اقولك مقادير اللي هنحتاجها عشان نعمل احلى فراخ كنتاكي ممكن تعمليها واحلى من المطاعم كمان. عشان نعمل بقى فراخ كنتاكي هنحتاج فرخة وزنها من كيلو لكيلو ونص، ما تزيدش عن كده. وانا بقى الحتة دي جريت فيها الفيديو بحيث ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. هنقلب الفرخة ونجيب ظهر الفرخة، نشيل سلسلة الظهر ونرميها، احنا مش محتاجين سلسلة الظهر في اي حاجة. بسكينة حامية او باي مقص عندك شيلي سلسلة الظهر وارميها. هيبقى عندنا الفرخة اتقسمت لنصين بالطول. تمام. هنشيل سلسلة الظهر كده بالشكل ده ونشيل الحتة اللي تحت من هنا ومن هنا، وكده عندنا الفرخة اتقسمت نصين بس بالطول. هنحط بقى السكينة فيها كده من النص ونقسمها، نقسم نصين الفرخة بالطول. وبعدين بقى طبعا بعد ما نقسمها بالطول هنشيل الوركين والصدرين وهقول لكم هنعمل ايه فيهم. قطعناها بالشكل ده وهنبدأ ان احنا بقى نفصل الورك عن الصدر والورك عن الصدر الناحية التانية بالمنظر ده. ونبدأ بقى نشيل الدبوسة من الورك والجناح من الصدر بحيث نقسم كل قطعة لقطعتين، يعني الصدر لقطعتين، قطعة جناح وقطعة صدر لوحده، والورك لقطعتين، قطعة دبوسة وقطعة ورك لوحده. هنعمل كده في النص التاني بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. اسيبكم مع الفيديو عشان تاخدوا بالكم. هنا برضه اهو الدبوسة لوحدها والورك لوحده، وبعدين الجناح لوحده والصدر لوحده. كده احنا خلصنا. وطبعا الفرخة دي مغسولة ومنقوعة كويس جدا في ملح ودقيق وخل وليمون وريحتها كويسة جدا. الخلطة بقى هنبدأ ان احنا عندنا 5 اكياس مرقة دجاج فورية بتاعة كنور. تمام. بتدي طعم حلو جدا للخلطة. ومعانا كيس تلاجة عادي جدا ده اللي هنحط فيه الخلطة ونحط فيه الفراخ وتقعد قبلها بليلة في التلاجة تتبل. تعالوا بقى مع بعض نعمل التتبيلة واقولكوا على التوابل. معايا هنا بولة نحط فيها مج مية، مج مية عادي مش سخن او بارد، مج مية فاتر، ونحط عليها ال5 اكياس مرقة دجاج فورية بتاعة كنور. نحط كده ال5 اكياس وبعدين هنحط التوابل بقى. احنا معايا هنا نص معلقة حبهان بودر، معلقة بصل بودرة، ونص معلقة توم بودرة. تمام. ومعلقة فلفل ابيض، لو عندك فلفل اسود حطي مفيش مشكلة، ولكن يفضل فلفل ابيض. خلاص. هنا الكيس ده بتاع الشطة، الكيس ده بتاع الشطة بتاع الفراخ المقرمشة. الكيس ده أنا لقيته عندي، لكن لو انتي مفيش عندك الكيس ده أو الشكل ده عامةً هتجيبي شطة ناعمة عادية خالص هتحطي منها معلقتين، ولو مالكيش في الشطة وعايزاه بارد بلاش تحطي شطة. خلاص. أنا هنا حطيت معلقتين من مسحوق الشطة وهبدأ إن أنا أقلب الكلام الجميل ده كله. أنا ما حطيتش ملح لأن الخلطة بتاعة كنور فيها ملح. دوقي كده وشوفي لو محتاج ملح حطي ملح. ونحط الفراخ بالشكل ده في الكيس ونبدأ بقى نقفل. أنا هنا كنت سِبت شوية خلطة لإن كان فاضل كام قطعة فراخ. خلاص الكيس كده خلص معانا، هاسيبه ليلة في التلاجة أو أقل حاجة خالص 12 ساعة. أنا هنا سِبته من بالليل في الخلطة، هاحطه بقى في التلاجة وهارجع لكم تاني نشوف هنعمل فيه إيه. الفراخ بقى هنا خلاص اتبلت ليلة كاملة في التلاجة، وتعالوا بقى نفتحها ونحطها في الطبق الأبيض اللي قدامكم ده ونصفيها من الخلطة. خلاص الخلطة اللي فيها دي احنا معدناش عايزينها في حاجة. أنا خلاص هاجيب الطبق بقى، أشيل كمية الفراخ من الخلطة اللي هي فيها أنفضها كده كويس من الخلطة. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. احنا برضو عندنا هنا طبق فاضي، الطبق الفاضي ده هحط فيه مية ساقعة متلجة أو يعني مية ساقعة كويس جدًا. تمام. وكمان لو عندكم قطع تلج حطوها في المَيّة. والطبق التاني ده فيه نُص كيلو دقيق، عليه معلقتين كبار نشا، وعليه ربع معلقة حبهان بودر، و2 معلقة شطة. لو أنتم مش عايزينه حامي زي ما إحنا قُلنا استبعدي الشطة خالص، بس ما دام هنعمله حامي يبقى نحط في الخلطة أو في التتبيلة شطة، وفي البريدنج اللي بيبقى برّه أو في الدقيق شطة.
هابدأ بقى إن أنا أمسك قطع الفراخ بتاعتي، أحطها أول حاجة في خليط الدقيق أو إن أنا أعفّرها كده تمام، وبعدين تعفيرة كده بسيطة أو إن أنا أعمل لها cover بسيط، وبعدين أشيلهم أنفّضهم من الدقيق وأحطهم في المَيّة الساقعة المتلجة دي لمدة ثواني، أنا مش هاقعّدها خالص في المَيّة، ثواني تلمس بس المَيّة الساقعة دي، وبعدين هاطلّعها على الدقيق بقى ونشوف هنعمل الcover بتاعنا إزاي. أنا هنا خلاص باحاول إن أنا أصفّي القطعة من أي دقيق زيادة. هاشيل كل القطع وأحطها في المَيّة أنزّلها وهُم في إيدي كده في المَيّة من المَيّة الساقعة، في نفس اللحظة هاطلّعهم وأحطهم في الخليط بتاع الدقيق والنشا والحبّهان والشطة اللي أنا قُلت لكم عليه، ونرجع تاني نشوف هنعمل له إزاي الcover المقرمش اللي برّه. هتشوفوا أهو خلاص أنا شِلت الكمية بتاعتي بتاعة الفراخ، هننزّلهم أهو في ثانية هاطلّعهم في نفس اللحظة أهو بُصّوا، هابدأ بقى نشيلهم بالشكل ده، ونحاول نصفّي منهم المَيّة يعني. وهابدأ بقى إن أنا أعمل إيه، أعمل الطبقة اللي بتبقى برّه دي، هابدأ إن أنا أقلّب 10 قلبات من تحت لفوق كده، أو من فوق لتحت، المهم يعني بُصّوا الشكل ده كده بالضبط، أنا باقلّب فيهم 10 قلبات خلاص، وأنا باقلّب هاحاول زي إن أنا أكبّس كده فيهم، يعني أنا بامسك شوية دقيق بالشكل ده أحطهم على قطعة الفراخ، وأحاول أخلّي القشرة اللي برّه تبقى ماسكة أو الدقيق يمسك في قطعة الفراخ، أكبّس كده فيهم، شوية أكبّس وشوية أقلّب، شُفتوا؟ زي ما أنا عملت بالضبط، باكبّس كده شوية بإيدي، أجيب شوية دقيق أحطهم على شوية الفراخ، وهو ده سر القرمشة وسر ثبات كمان القشرة، في ناس كتير عملت كنتاكي وطلع معاها القشرة بتفُك، لأ أنا باكبس كده شوية وإيه، وشوية باقلّب بإيدي من تحت لفوق أو من فوق لتحت، بقت هنا بالشكل المقرمش أو فيها زي تعريجات بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، هاقلّب كده بقى شوية، أنا هنا يعني جرّيت الفيديو عشان ما حدش يزهق، وهنا أنا خلاص خلّصت أول دور إن أنا هاعمله أنا كنت هاقليه، أنا معايا هنا طاسة فيها زيت غزير بحيث الفراخ تستوي وسُخن جدًا، هتشوفوا إزاي سُخن، أنا هنا بانفّضها من الدقيق الزايد، وأول ما أحطها زي هتعمل bubbles كده شُفتوا؟ بقِت كده من كتر ما الزيت سُخن جدًا، وهنا في الخطوة دي أنا مش باوطّي غير لمّا الطبقة اللي برّه تمسك، ما تبقاش طرية، أول ما الطبقة اللي برّه تمسك من غير ما تاخد لون يا جماعة، هاقوم موطّية وسط أو موطّية كمان لحد ما الفراخ من جوّه تستوى لحد العضم، حوالي مثلًا بتاخد مثلًا لحد ما تستوي مثلًا من 5 ل10 دقايق لحد ما تستوي، لإن الفرخة وزنها ما هواش كبير أوي. باحُط بقى كمية الفراخ بتاعتي اللي أنا هاقليها سواء الطاسة بتاعتِك أو الحلة بتاعتِك، هتاخد مثلًا 4 قطع، 5 قطع على حسب ما هتاخد، وهتبقى بالشكل ده معانا. شُفتوا ده بعد ما اتقلت، هابدأ إن أنا بقى الخطوة دي برضه مهمة عشان القشرة تفضل ماسكة على قطعة الفراخ وما تفُكِّش أو تزيّت أو أي حاجة، لازم نطلّعها على حاجة آآ يعني زي مثلًا شبكة، أو نطلّعها على مصفى زي اللي أنتم شايفينها دي بالضبط، المهم إن هي ما تطلعش على طبق أو على مناديل مطبخ، انسوا مناديل المطبخ دي خالص. هنطلّعها بقى على مصفى أو على راك أو على أي حاجة، مثلًا شبكة فرن أو أي حاجة عندكم، ونطلّعها لحد ما نشوف هنعمل إيه. خلاص إحنا هنا بنطلّع، شايفين بقى يا جماعة الشكل والقرمشة والطبقة ماسكة مش فكة، والريحة كانت جايبة لآخر الشارع بجد. شُفتوا المنظر؟ نفس بتاعة heart attack وكنتاكي وكده يعني، أهو بُصّوا، أهو، كمان أنا قرّبت هنا بالفيديو عشان تشوفوا الشكل، الطبقة ماسكة إزاي، وطعمها كان بجد وهمي، ما حدش هيصدّق إن هي معمولة في البيت نهائي يا جماعة، نفس الشكل والطعم والقرمشة شُفتوا؟ هنا بقى بعد ما خلّصت كمية الفراخ بتاعتي كلّها وطلعت بالقرمشة والطبقة ماسكة ولون دهبي وطعمها جميل وطعمها غني وطعمها زي بتاعة برّه بالضبط يا جماعة بجد، جرّبوها. وعملت بقى جنبها الcoleslaw اللي أنا كنت عاملاه في فيديو معاكم كده من كام يوم أو من أسبوع مثلًا، واعملوها بقى وقولوا لي بقى هتعجبكم والّا لأ، لإن هي بجد هتعجبكم جدًا، أهم حاجة التزموا بالحاجات اللي أنا قُلتها في الفيديو.
زي مثلًا أنا قلّبت الفراخ في الدقيق إزاي، طلّعتها على حاجة مهوية مش على حاجة مثلًا مكتومة أو على ورق زبدة أو على مناديل، أنا ورق الزبدة ده حطيتها بعد ما بردت ونشفت من الشبكة اللي أنا كنت حاطاها عليها، ما ينفعش نحطها على حاجة مُصمطة أو على طبق أو على ورق زبدة أو على مناديل وهي سخنة، عشان هتطرى والطبقة اللي برّه دي هتفُك. هتعجبكم جدًا، جرّبوها وادعوا لي، لإن أنا واثقة إن هي هتطلع كويسة جدًا ومميزة. باحبكم أوي، استنوني في فيديو جديد، واعملوا بقى share للفيديو ده ولايك وسبسكرايب وفعّلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد لو أنتِ أول مرّة بتشوفي قناتي. باحبكم أوي، استنوني في فيديو جديد.